سلام الغزالات، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الابره ديال الزاج اللي جاوني عليها بزاف ديال التساؤلات. هذه كناخذوها من عند العطار، دايره ما بين 25 30 درهم على حسب البلاصه وعلى حسب العطار، يعني العطار اللي كيبيع الحشوب وكل ما كيخص الحنه. بالنسبه للرقم دائما كيجي مع رقم 20، هو اللي كنلقى غالبا ودائما عند الناس اللي كيبيعوها. كيكون طويل بحال هكا، انا الصراحه ما كيساعدنيش في الخدمه، يا اما كنهرسو على جوج، يا اما كنخدم براس اخر. كنشريهم عند البنات في انستغرام ولا فيسبوك، كيكونوا كيتباعوا بزاف بوحدهم. كيبقى غير على حسب التوصيل، قلبي في المدينه ديالك اللي حداك. كيكونوا كيبيعوها، غيبيعوها لك يعني بثمن نيشان، بلا توصيل بلا. قبل ما تشريها خصك تقلبيها واش كتدخل وتخرج بسهوله، يعني ما تكونش معكسه من الاول باش ما تعكسلكش فاش تكوني كتنقشي بها. انا هنايا ضروري هاد المرحله هذه اختياريه، انا بالنسبه ليا ضروري كنديرها، كنغلف البره ديالي بالسكوتش من الفوق حتى لتحت. فبالنسبه للبنات اللي كيقول لك زعما غادي تعذبك في يدك ولا كيتوسخ ولا ما كيبانش، انت اصلا كتكوني كتنقشي به، هو مريح لك انتيا ماشي الكليانه ولا اللي غيشوفك. يعني نتيا غادي الا تهرست البرا ولا شي حاجه ما جرحكش في يدك ولا ما طرطقلكش في يدك، الله يحفظك. كيكونوا شي مرات كطيح لك شي حاجه في الحنه ما كتشوفيهاش ولا كتخرج في داك الرويص، يعني كيتخنق البرا كتطرطق، ولا شي مرات كيكون الهواء مجموع مع هي راه رقيق داك الزاج ديالها، ما تحقروش تقولوا راه غليظ ولا شاد راسو، راه رقيق راه والو. راه عاد دابا كنت هنايا علاش جبت هاد البرا، تهرست ليا البرا غير هكا هزيتها من الفوق، هو يطيح داك الراس ديالها، طاح الراس، هاد اللعيبه هذه اللي بقات دابا وحدها طاحت راسها من الابره. حيتاش هي سلسه، ما عنديش انا معكسه يعني كتخرج وتدخل بسهوله، فغير قلبتها بحال هكايا هو يطيح لي. دابا هذه شوفوا هانتوما راه شويه شاده راسها، الاخرى عندي دغيا كيسلت لها هذا الراس وكطاح وتفرشخ الارض، اولا الا طاحت لك كيتهرس لك هاد الجهه ديال الحديد. فالصراحه من الاحسن يعني داك السكوتش باش يديك انت تحافظي عليهم، وهادشي اللي كاين. بالنسبه للحنه دائما كنديرها هكا في بلاستيكه، كنصفيها مزيان وكنأكد لكم انها تكون مصفيه مزيان، حيت الا كان غير خشيشه صغيره غادي تعكس لكم في داك الراس، حيت رقيق بزاف وطويل ما كتوصل له الحنه على مده، يعني عاد كتوصل الحنه باش تخرج من الراس. فانا بالنسبه لي الصراحه ما كنستعملوش، وهذه هي الطريقه باش تبقاو تعمروا الابره ديالكم. تكون ديك البلاستيكه ديري لها تقيبه غير صغيره اللي يدخل غير داك الراس ديال الحديد، صافي تبقاي تعمريها وديريها الطريقه هذه باش يخرج لك داك الهواء منها. لان الا ما درتيش هاد الطريقه كيبقى الهواء محتبس لداخل، وهو اللي كيسبب لك ان البره ديالك تطرطق لك من بعد. فهادو كانوا بعض النصائح يعني للبنات اللي يلا مبتدئات، اما المحترفات راهم عارفين شغلهم مزيان. هنايا كتشوفوا يعني ما كتجي الحنه فين تخرج على مده، لان داك الراس طويل بزاف ورقيق. هنا غادي نسرع لكم هاد النقشه، درتها لكم خفيفه ظريفه، لان انا ما كنبغيش نخدم به الصراحه، كيعذبني. فكنختار نخدم براس قصير كيوصل الحنه بسرعه وما كيعذبكش في الخدمه الصراحه، ماشي بحال هذا انا بالنسبه لي كيعذبني. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما تنساوش الاشتراك في القناه وديروا اللايك باش يوصل لاكبر عدد ديال الناس، وشكرا لكم بزاف.